وسعدتم أوقاتنا أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائل التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. عقد منتدى صحي بإقليم عنسبة. تبرع من $100,000 لجمعيات معاقي الحرب. تنظيم انتخابات مدراء ضواحي في كركبات. إيران تبرم اتفاقات اقتصادية مع سوريا. أمريكا ترى ملامح اتفاق السلام مع طالبان. وأقوى إعصار يضرب كوبا منذ ما يقرب من 80 عام. أهلا بكم من التفاصيل. عقد مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة منتدى في مدينة كرن لبحث الإصحاح البيئي في الإقليم. وقيم المنتدى الأنشطة المنفذة في السنوات العشر الماضية بالتعاون مع شركاء، ووضع خريطة الطريق للبرامج المنفذة من 2019 وحتى عام 2020. وقال المدير العام للخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد تسفات زنجرماي في الكلمة التي ألقاها أن النظافة أساس التحضر والمجتمع الصحي، مشددا على أهمية إصحاح البيئة. وذكر في المنتدى عن إصحاح بيئة 201 قرية من مجموع 295 قرية في إقليم عنسبة، وهو ما يعادل نسبة 68%، ويجري العمل لإصحاح بيئة 47 قرية، بينما سينفذ البرنامج حتى العام 2020 في القرى المتبقية. وأشار المنتدى إلى أن مشكلة المواصلات وعدم تجمع القرى ونقص الكوادر المهنية والأدوات من التحديات الأساسية لبرنامج إصحاح البيئة. وأوضح مسؤول وحدة إصحاح البيئة في مكتب وزارة الصحة بإقليم عنسبة السيد برهان قبر كيدان أهمية الأنشطة المجتمعية لإصحاح البيئة بهدف السيطرة واستئصال الأمراض الناجمة عن نقص النظافة. وذكر مدير إصحاح البيئة في وزارة الصحة الدكتور زمي ألمو أن الإنجازات التي حققتها إريتريا على مستوى القارة يعتبر مثار إعجاب، مؤكدا بأن 85% من الأمراض المعدية يمكن السيطرة عليها بنظافة البيئة. وأوصى المنتدى لضمان نظافة مياه الشرب وتقوية التوعية والاهتمام بالأماكن والأسواق ذات الكثافة السكانية. وأعرب مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة الدكتور كسات برهان سليمون عن رضاه للأعمال المنجزة ورغم كل النواقص، داعيا لتضافر جهود كافة القطاعات لإنجاح البرنامج. تبرع الإريتريون المقيمون في مختلف الدول والناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي في مجموعة بالتوك EPLF هدف فيجن روم بمبلغ $100,000 للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين. وأوضح العضو المقيم في كاليفورنيا السيد هبتي يسوس كفلي يسوس في مراسم تسليم الدعم بالمكتب المركزي للجمعية أن الأعضاء المقيمين في مختلف الدول التقوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يتعرفون شخصيا، لكن تجمعهم حب الوطن والوطنية، وظلوا يقومون بمختلف المبادرات لدعم مواطنيهم. ويعتبر الدعم الحالي مواصلة لذلك، وأن برامج مماثلة ستنفذ مستقبلا. وقال رئيس الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب الأستاذ قبر برهان ياسو أن مساعدة معاقي الحرب مسؤولية جميع الوطنيين الإريتريين، مشيدا بالمبادرة المتخذة. وكانت مجموعة بالتوك EPLF هدف فيجن روم قد قدمت في السنتين الماضيتين مبلغ $44,000 لإعالة أبناء الشهداء، ومبلغ 11,000 نقطة للسيدة سكالو قبر مسكال في محبر التي تقوم برعاية أسرة معاقة رغم إعاقتها، ومبلغ $17,000 للأسرة التي تضم 4 أطفال معاقين في مديرية مايعيني. وتم التبرع بمبلغ $4,300 لصندوق رعاية أبناء الشهداء. وقد تأسست مجموعة البالتوك الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي قبل عامين لهدف مساعدة المواطنين المحتاجين. نظمت في مديرية كركبة انتخابات مدراء ضواحي همبولغتج وبكارع وهماش دبا. وقال مدير مديرية كركبة السيد عبد الكريم إدريس خلال الانتخابات أن الهدف انتخاب السكان إدارتهم وشرح لوائح الانتخابات. وتعهد المدراء المنتخبون لخدمة ناخبهم بتفاني ومسؤولية، كما أكد السكان على الاستعداد للعمل بجانب المدراء المنتخبون لتنفيذ برامج التنمية.
قال قائد مركز شرطة مديرية تسنية الملازم أمناي زودة أن الجهود الشعبية والشرطية مكنت من خفض الجرائم والمخالفات العام الماضي. وأوضح لدى لقائه الطلاب أن الجرائم انخفضت بنسبة 47% والمخالفات بنسبة 35% مقارنة بعام 2017. ودعا المجتمع عامة والشباب خاصة لتعزيز التعاون لخفض هذا الإنجاز إلى أدنى مستوى. وأوضح عن وقوع 87 حادث مروري في المديرية العام الماضي أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 51 بجروح وتدمير ممتلكات بحوالي 1,000,000 نقفة، مشيرا إلى أن المخالفات المرورية من الجرائم التي لا تظهر كثيرا. فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. أبرمت إيران وسوريا 11 اتفاقية خلال اجتماع اللجنة العليا السورية الإيرانية في دمشق، كان أبرزها اتفاقية للتعاون الاقتصادي طويل الأمد بين البلدين وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، وقد وقعها كل من رئيس الوزراء السوري عماد خميس ونائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري. وشملت بقية الاتفاقات مجال النقل والأشغال العامة والترويج للاستثمار ومذكرة تفاهم بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون الثقافي والمجال التربوي. وكانت إيران أبرز حلفاء النظام السوري خلال السنوات الثمانية الماضية التي عانت فيها سوريا من أزمة أودت بحياة مئات الآلاف من السوريين وتسببت بتهجير الملايين منهم. يذكر أن الحكومة السورية كانت قد أشارت على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم إلى أن الأولوية بعملية إعادة الإعمار في سوريا ستكون للدول التي كافحت الإرهاب على رأسها إيران. قال المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد أن الولايات المتحدة وحركة طالبان رسمتا الخطوط العامة لاتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ 17 عاما في أفغانستان، غير أنه لم تبدر عن الحركة أي إشارة على قبولها المطالب الأمريكية الرئيسية. وقال خليل زاد أنه بعد محادثات على مدى 6 أيام مع طالبان تعهدت الحركة بأن تفعل ما هو لازم للحيلولة دون أن تصبح أفغانستان منصة لجماعات أو أفراد منخرطين في الإرهاب الدولي، غير أن بعض المحللين أشاروا إلى أنه لم تبدر من طالبان أي علامة على أنها وافقت على مطالب الولايات المتحدة مثل الالتزام بوقف إطلاق النار قبل انسحاب القوات الأمريكية أو إجراء محادثات مباشرة مع حكومة طالبان مع حكومة كابول التي تدعمها واشنطن. وأضاف مراقبون أن مفاوضي طالبان يريدون انسحابا كاملا قبل وقف إطلاق النار، في حين يريد الأمريكيون العكس. ضرب إعصار نادر العاصمة الكوبية هافانا ليخلف 4 قتلى على الأقل ونحو 200 جريح، فيما اقتلع أسقف البيوت وحول في مساره بعض المباني إلى أنقاض. والإعصار هو أقوى إعصار يضرب كوبا فيما يقرب منذ 80 عاما حسب ما يشير خوسيه روبيرو، وهو عالم إرصاد في هيئة الإرصاد الجوية الكوبية. وفاجأ الإعصار هافانا رغم أن وسائل الإعلام حذرت السكان من اقتراب موجة برد قادمة من الشمال ومن رياح قادمة من الجنوب، الأمر الذي قد يتسبب في رياح شديدة وعواصف رعدية وتساقط أمطار غزيرة في المنطقة. وقال رئيس كوبا ميخيل دياز كانيل أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا طارئا لتقييم الأضرار واتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع أعمال الإصلاح. ألغت السلطات الفلبينية القبض على مواطن فرنسي بعد تسلقه أحد أطول المباني في العاصمة الفلبينية مانيلا. وتسلق الفرنسي ألان روبرت برج جي تي انترناشونال الذي يبلغ طوله 217 مترا دون حبال أو معدات سلامة، ما دفع الشرطة لتطويق المبنى وإغلاق الطرق وتفريق المتابعين للواقعة. ويذكر أن روبرت والمعروف باسم الرجل العنكبوت الفرنسي سبق له أن تسلق العديد من المباني الشاهقة في العالم من دون حبال أو أحزمة تقريبا، وكذلك من دون الحصول على إذن رسمي. واستغرق المتسلق الفرنسي الذي يبلغ 56 عاما 1.5 ساعة لبلوغ قمة المبنى قبل أن تعتقله الشرطة. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.
أبزا النبرة بلانيت نزنبرو هيوتها نمفلات ذكرت عارن هالكن بزوحات مهانم يفلت كابنا يبرس كازبير كاب برشان قالف كساب قالف أف عدن ماتيريال سخول تغيلو ذكاير مصنعت إيزي زلنا دسيت دحيل أساس شميتي حزب تأماتو زنبر لقينا كابتن كندي مساراتها محبرة بالكلوت كان بيت مرتن حكمنا يوهاب الله زبزب تأماتهم زم حزبي نتفتاتهم من نابرو من أبا حرس تمركز أيو كابتن قال أدريت إحنا يندسيتها من كابتن دلوا دسيتها فولي طبع الله هذا دسيت سير حنت جوبي بحر وليد أب دسيت وتأم سولدت عستات كنت ورحي أم تمقاقها كأنها شحت صنعة والله جوبي بحري كمتي عصايو تأماناتا أب بحر من هاللوسة نبعله هافتي يوزبلها كل جزء أبو سلام عند حريقة سلام على اللوم عليه أنت بجزء معلتي دنك إذا خنات تحت بعرها بالأجاقة بجزء لا أنت كنا سلخون